ناس ما بفكروش في الموت، ما بفكروش في الموت حتى في المناسبات. لا لا ليه؟ حتى لما بشوفوا ميت قدامه خطف فجأة ما فيش اتعاظ. حتى لما نروح المقابر وندفن الميت تلاقي اشياء غريبة. لسه بندفن الميت خلي بالك وتقوم تلاقي الناس تقول له يلا يا عم ايه لاهل الميت اطلع خد العزم. طب ما تستنوا شويه لما الراجل يدفن ابوه ولا اخوه استنوا شويه معاه. هو مين اللي سجلتوها هتمشوا ليه؟ يقول لك يا عم اطلع. طب ما انت يا عم الحاج هتطلع تعمل عزم ويوم واثنين وثلاثه. طب ما تصبر شويه، ما تصبر شويه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيندفن ميت يدفنوا ميت كان بيقول لهم اصبروا شويه، استغفروا لاخيكم الان فانه يسأل. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما نقعدش شويه؟ خلي بالك ونقول الله يرحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته عند السؤال. فين يا اخواني؟ اللي مات خلاص مات بقى وبنرجع للدنيا بتاعتها. طب ما ننتظر شويه، خلي بالك ننتظر شويه. ده قال لك الميت يسمع صوته عليهم، بيبقى سامع صوت الناس وهي داخله وهي طالعه، نقوم احنا نسجله ونكسر ونجري وخد يا عم العزاء. يا عم لا لما بنيجي للجنازه ودي اللي بيحصل ونزيع والناس تتلم وتيجي كتير ونروح المسجد تقوم تبص تلاقي الناس اللي عارفه ربنا دخلت. ما هو مشاك ورا الجنازه اجر، لك اجر وصلاتك على الجنازه اجر. خلي بالك يقوم الناس تقوم تبص كده تلاقي الناس قاعده بره وقاعدين ليه؟ وما صلوش الجنازه. لا امال انت جاي تعمل ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ طب ما انت هتيجي عليك يوم وهتخش هنا. خلي بالك الناس هتسيبك وتقعد بره. ما كما تدين تدان. ده في دعاء لو انت دخلت تصلي الجنازه. خلي بالك مأثور عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تصلي الجنازه كده ويقول لك ادعي للميت الله، تقول اللهم ان هذا عبدك وابن عبيدك وابن امتك. شوف تقول ايه؟ اللهم ان كان هذا محسنا فزد في احسانه، الله اكبر، وان كان مسيئا فتجاوز عن زلاته. شوف الدعاء ده بقى لما الناس كلها في المسجد والناس اللي قاعده بره دي ربنا يتوب عليها كده وتخش عشان تصلي وترفع ايديه، يبقى الدعاء كله موجه للمين؟ للميت. اللهم ان هذا عبدك وابن عبيدك وابن امتك، اللهم ان هذا ان كان محسنا فزد في احسانه، فزد في احسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن زلاته. نحن في غفلة والله العظيم في غفلة. فنقول للشباب أيها الشاب كم من شاب سبقك إلى الموت. انت مش متخيل ان انت ممكن تنام وتصبح الصبح تلاقي نفسك في القبر. ما احنا بنسمع كده والموت الفجعة كده. خلي بالك وكبار السن في ناس وصلت سن 70 وبرضه اللي فيها زي ما احنا بنقول الطبع بيغلب التطبع. لا عدل من نفسك، ما تقعد مع نفسك كده. انا قاعد عندي 60 سنة 65 70 سنة فاضل ايه؟ لحظة يا اخي، لحظة اقعد مع نفسك كده. ده انت عدى منك 60 سنة عملت فيهم ايه؟ اقعد مع نفسك حاسبها كده. 60 سنة عملت فيهم ايه؟ واحسب كده. والله لو قعدت بالورقة والقلم ما تلاقي عملت حاجة. هو فاضل ايه؟ ما تبصش لفوق جو وتقول ايه ده هجيب 100 ده لسه 40 سنة. لا لا لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟
قال اعمار امتي تتراوح ما بين 60 إلى 70. ده كلام سيدنا النبي وده اللي احنا بنشوف. طب يا عم الشيخ ما انا بشوف ناس جابت ال80. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال واقلهم من يتجاوز. خلي بالك، فلما تقعد وتوصل للسن طب بتعمل اللي عليك، ده اللي عليك حاجه بسيطه والله العظيم سهل، والدين يسر، الدين يسر يا اخي، والله الدين يسر. ده شوف من اليسر بتاعه قال لك لو ابتلاك الله جل وعلا بالمرض ما تبطلش الصلاه. يا عم الشيخ ما بقدرش تقلب على جنبي، صلي وانت على ظهرك. شوف الدين بيقول لك ايه. يا عم الشيخ ما بقدرش اقعد، صلي بعينيك. يعني عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ تقوم تبص الناس النهارده كبار السن، في ناس ما عادش في دماغها لموت، مفكره ان هي هتعمر. لا مش هتعمر يا اخويا. ربنا قال ايه؟ ولكل اجل كتاب. يوم ما بتتولد بينكتب عمرك. لذلك بتشوف ناس بتموت على 25 و20 و30 و35 وناس على 60 بس ما تعرفش عمرك فين، ومفيش مفر، والله العظيم مفيش مفر. خلي بالك سيدنا آدم يا أخي أبو البشرية، أبو البشرية. خلي بالك ربنا عمل له إيه؟ خلقه بيده وأسجد له ملائكته سابوه، ومع ذلك حكم عليه بالموت هو وذريته. لا محالة، لا هروب.